يا صباح الفل عليكم من الدنيا، صباح الفل عليكم من مدينة الحب والسلام، من مدينة شرم الشيخ، وخاصة مجموعة سافوي في منطقة سوهو سكوير. كل سنة اجي شرم الشيخ لازم اروح اتفسح بالليل او بالنهار حتى في ميدان سوهو، من جماله وحلاوته، وبقى فيه كل الخروجات فيه وغطى على اماكن كتير فيها خروجات هنا في شرم الشيخ. وكان نفسي حقيقي اعرف ايه الفنادق اللي موجوده في ميدان سوهو ده، عشان مش كل شويه ادب المشوار لحد سوهو سكوير عشان اخرج واتفسح. انا عايزه اقعد في مكان فعلا وسط الجمال ده. ففرحت قوي 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 اول ما عرفت ان مجموعه سافوي بيدعوني لحضور حفل السويتش اون اللي بيتعمل كل سنه يوم 20/11 في سوهو سكوير. والاحتفال ده بيكون علشان يضيئوا سوهو كله بانوار الكريسماس والاحتفال براس السنه الميلاديه. فقلت دي فرصه حلوه قوي ان انا اعرفكم على الفنادق اللي موجوده بقى في منطقه السوهو، وهي مجموعه فنادق سافوي، سواء سافوي، رويال سافوي وسيرا. تعالوا مع بعض ناخد جولة في الفنادق، بس قبل ده كله تعالوا نتفرج على احتفال السويتش اون اللي انا جاية اصلا علشانه. يلا بينا. اهلا ومرحبا بكم في مهرجان سوهو السنوي لإضاءة انوار الكريسماس. عليكم كلكم، ويا ريت اللي معاه ماسك يلبسه، واللي ما عندوش احنا ممكن نوزع عليه. بعد ما اتفرجنا مع بعض على احتفال السويتش اون اللي بيتعمل كل سنه في منطقه سوهو سكوير، تعالوا بقى مع بعض نتفرج على فندق رويال سافوي اللي انا نازله فيه. رويال حاجه رويال فعلا، يعني تحس انك قاعد كده ملك زمانك جوه رويال سافوي. هو ادلتس بس، يعني ممنوع فيه الاطفال، لكن مسموح بالاطفال بس في الفلل اللي موجوده في رويال موجود فيه غرف وسويتات، وكمان مجموعه من الفلل القويه الجميله جدا جدا جدا. الميزه بقى اللي بتاخدها لو نزلت في فندق الرويال ايه، اول حاجه ان انت ليك انك تنزل في سافوي تستمتع بكل خدمات سافوي. كمان ممكن تروح المطعم الرئيسي بتاع سافوي او المطاعم اللي موجوده في سافوي الفندق الكبير، لكن الرويال اللي بينزل فيه بينزل بالفطار بس. طب الغدا والعشاء؟ الغدا ممكن يتغدى في مطعم السي فود اللي على البحر، بيقدم سي فود وبيقدم مشويات وبيقدم اكلات كتير جدا. والعشاء بقى بيكون في مطاعم السوهو، المطاعم الالاكارت كلها ان انت تقدر تحجزها، الفندق يحجزها لك، سواء من المطعم الياباني، السوشي، الستيك هاوس، المطعم الايطالي، مجموعه مطاعم متنوعه في منتهى الجمال، كل مطعم احلى من التاني. ده كله ممكن يحجزهولك الاوتيل مع المطاعم دي. مادام انت نازل في الرويال يبقى نازل في حاجه سبيشال جدا، فبتاخد خصومات على كل المطاعم دي، خصومات كبيره جدا. ده اولا. دي نوع من انواع الاقامه. في بقى الاقامه الشامله اللي هي all inclusive، هي اللي ممكن بقى بيوفروا لك الفطار، الغداء، العشاء كل يوم في مطعم شكل من مطاعم السوهو، وكمان الغداء كل يوم في مطعم السي فود اللي على البحر، والفطار كده كده في مطعم الفطار اللي في الرويال. فنصيحتي ليكوا اي حد هيتجوز بقى قريب كان حابب ان هو يسافر بره، وطبعا عشان ظروف الكورونا والحاجات دي كلها مفيش سفر، يبقى انسب حاجه انك ترفه عن نفسك كده، وانت وعروستك وانتي وعريسك، وتيجوا تقضوا 4-5 اسبوع في الرويال سافوي، لان بجد حياه مختلفه، هتحس برفاهيه عاليه قوي، هتحس بريلاكسيشن عالي قوي. كل حاجه هنا عشان الهدوء والراحه والانبساط فقط لا غير. سافوي عامل عروض الفتره دي حلوه قوي قوي قوي. ادخلوا على صفحتهم اللي انا حطاها فوق دي، هتلاقوا العروض اللي عاملها سافوي في الفتره دي. بلس بقى ان كمان في برومو كود خاص بيا هحطه لكم في التعليقات. البرومو كود ده بيديكوا خصم على الخصم اللي موجود اصلا على صفحتهم، كمان لما تيجوا تستمتعوا هنا باجازه في مجموعه سافوي اللي في قلب السوهو سكوير.
شكرا ليكم، اشوفكم تاني في فيديو جديد قريب وريفيو عن مكان سياحي من اجمل الاماكن السياحيه في مصر، واعرفكم ايه احسن الاماكن اللي ممكن تنزلوا فيها. معلومه اخيره، انا بروح اماكن كتير جدا جدا، مش اللي انا بصورها لكم بس، بكرر اصور اللي فعلا حلو بس.